ننتقلوا لموضوع اخر، وهو الموضوع ديال الكريساج ولا بلا ما نكملوا عليها وسير اللي ولينا كنشوفوا فضائح كبيره في المغرب، ولينا كنشوفوا شي حوايج والله العظيم الا ما بقيناش عارفين واش عايشين في هذا الكوكب ولا في شي كوكب اخر. ايضا ولينا كنشوفوا المحاكم ديالنا اللي مؤخرا كان الزياره ديالي احدى المحاكم ولات تصدمت بالقدره الهائله ديال الطلاق اللي كيطلقوا، والمجتمع ديالنا مجتمع انهار واصبحنا كنعيشوا في الهواء سوا. ندوزوا واحد الفيديو ديال السيبه اللي وقع في البلاد. السيبه وقع في البلاد، كلشي هايز السيوفه، كلشي كيكريسي، كلشي كيغاب بلا ما نكمل عليها لان في الفيديو اليوتيوب ما كيقبلهاش. ولكن نشوفوا السيبه. اين الامن؟ الله اعلم، ما عارفينش اش وقع في البلاد، واش هادشي كيعملوها بالعاني، الله اعلم. غادي نخليكم تشوفوا واحد الفيديو نتكلموا عليه. او معايا. كما شفتوا اخواني اخواتي، هادو ماشيين في الشارع العام وامام النلاء والسيارات والروينه كحله، وهاد السيفيدون تشتي راه فيه جوج د المترو بالسيوفه ودايرين داك سميتو ماشيين كأن ما كاين والو، عادي ما كاينش الامن مره كيدوار وماشيين كيهددوا في عباد الله. وماشي هذا الفيديو اللي غادي ندوزو، غندوزكم فيديوهات اللي غتصدمكم، اما هذه غير واحد اللقطه باش نبين لكم السيبه اللي كاين في البلاد. يعني الشعب خرج عن السيطره، وهذا الشيء كيجي السبب ديالو كامل وهي فرص العمل ما كاينش، كاين البطاله، كاين بزاف ديال الامور هي اللي كتسبب في هذا الشيء. يعني مجتمع نهار، وغادي نبين لكم بواحد الصوره يعني واضحه باللي الشعب انهار اجتماعيا وكما بغيتو تكون. كما غادي ندوزو واحد الشمكار، انا كنسميه الشمكار، كيعتدي على واحد الفتاه الصديقه ديالو، عنده معها علاقه ولا كيربيها في الشارع كانه كيربي بنته. يعني السيبه اللي وصلني ليها. وحتى هاد العيالات عندنا في المغرب كيستاهل باباهم اكثر ما يدير. حنا ماشي كنشجعوه يضربها، لا ماشي من حقه يضربها، انما كنشجعوا لان ملي كتزوج شي وحده كتجيبها للدار كتبقى تعمل عليك بنت اليهودي الاخرى، كتبقى دار عليك سلطه وكدير عليك امراه. عندنا حقوق، عندنا دابا هذا ما مزوج بها ما والو وكيعطيني ماها العصا في الشارع وطايعه له، المشكل طايعه له، كيقول لها طلع طلع زيد. ومني كدو شي دريويش كيبنيو على الصور، حتى الفتيات ديالنا مع الاسف والنساء ديالنا تبعوا ديك المثل ديال قال لك الحقوق والجمعيات والروينه كحله، كذبوا عليهم بهذا النقطه هذه وصبحوا مفرعنين. وهذا الشيء ولينا شنا المجتمع ديالنا نهار، لان الرجل تحيدت السلطه من يدو، تحيدت كلشي من يدو. هذا هو الواقع. شوف الفيديو غادي نتكلموا عليه، او معنا. قش حاجة غير نشوف. حبي راسكم نتوما تخبيو. خلينا نصور. تفو الحب ديال الشوبيخ، الله يما حاط لي ناري باغي ندوي. كما شاهدتوا اخواني اخواتي، اللهم هذا موقف هادشي اللي كنشوفو والله العظيم كيصدمنا هادشي هذا، لان المجتمع ديالنا هنا نهار. دابا هذه عندها علاقه معاه، شي سوق تفهم ديك يعطيها الهراوه في الشارع وطايعها له زيد طلع هبط الطاش والدق. شتي ديك الطلعه الاخريه عطاها الطاق طيحها عاوتاني بطرشه. يعني هذه لو كان شي واحد مثلا ضرب بها الكارط مزوج بها ويعمل لها هيدا، اقسم بالله تتشوهو، دير له حاله ودي مشي حتى للجمعيات ودي مشي للمحكمه وغادي نربيك. ولكن هي عايشه معاه في الحرام، كيصرفق في دين امها كيبغى وما كتهضرش،
طايعه له مع الاسف، طايعه، لان ولينا اليوم حنا غادي نديروا واحد التجربه، نعيشوا في الحرام، غنعيشوا مزيان. شي اي واحد عايش في الحرام غادي يعيش مزيان. الحلال راه مابقاش كيسلك، هذا هو الواقع. حيت ملي كديها في الحلال كتبني عليك سور. رغم حنا ضد هذه الهمجيه وضد هذه الحكره، ضد هذه الحكره، ومش من حقه يضربها، لكن مع الاسف اين الوالدين ديالها؟ هذه اللي باعت راسها بارخص ثمن، اللي الاب ديالها والام ديالها تكرفصوا عليها وكبروها، ومشات باعت لحمها من هذاك الموسخ. مع الاسف، لان هادشي هذا خصو يتوصل، وهادشي اللي خصنا نبارطاجيوه ونوضروا عليه. هادشي هذا اللي خصنا نوصلوا الصوره الحقيقيه، لان حنا خرجنا شويه عن السياق، وهذا راه هو الواقع. كما هادشي هذا راه صراحه انا بالنسبه لي راه هادشي هذا اللي شفتو صدمني. فواحد المجتمع اللي كيدعي مجتمع مسلم، مجتمع مغربي محافظ، الدوله اللي عندها سنوات اللي هي بالقرون، وهادشي اللي كنشوفوه فيها راه بزاف. كما قالت هذيك اللي كتصور، قالت لك تشوف الحب شنو كيعمل. واش كتعرفوا المعنى د الحب ولا شديتوه مزنط؟ احنا الشعب المغربي ماشي كلشي، ولكن اغلبيه الصحيح راه ما عارفش المعنى ديال الحب شنو هو. المعنى د الحب ما عارفينهاش شنو هو. راه غير الحب عندنا حنايا، انا بغيت هذيك، راه هو الحب. راه الانسان ملي كيكون كيحب شي وحده ولا شي وحده كتحبو، راه الحب ما كيجيش بالعنف، ما كيجيش بالضرب. راه الا كنتي كتبغي شي واحد والله ما تقدر تضربو او تقدر تهينو او تقدر دير له شي حاجه. مع الاسف حنا الحب هو انه نضربها، راه صافي كتبغيني، راه ما عملت والو، صافي هذا كيتكنى عنف، كيتكنى الوحشيه. هذه ماشي الحب هذا. مع الاسف هادشي اللي كنشوفوه ما كنرضاوهش يكون هادشي هذا، ولكن مع الاسف هادشي اللي ماشيين عليه، لان حنا كيعجبونا يعني الفضائح، كيعجبونا بزاف ديال الامور. الواقع هو هذا، ان العشق راه ما كيجيش شي واحد اللي مجرب العشق حقيقي، راه ما يمكنش شي واحد كتعشقو ولا هادي وتضربو، راه ما قدرش تستطيع حتى تخسر له شي حاجه. راه الواقع حنا شديناها بالمقلوب. ايضا شفنا واحد الشاب، واحد الرجل شاف واحد البنت هزينها واحد صحاب المواطر وكيطالعوها صحن واحد الشقه، بغاو المحاوله ديالها بلا ما نكمل عليها. وبابري مني شاف حتى شي واحد ما بغى يعتقها وكذا، وهذه تدخل هو، لان ولينا في واحد الزمان كنشوفوا الانسان كيموت وما كندخلوش نعتقوه، لان ما بقاتش فينا الروح ديال الانسانيه، ما بقاش فينا حتى قضيه ديال الدين ما بقاش فينا. هاد السيد من شاف ديك الفتاه كتصرخ وكتغوت بالحراره اللي شاف داك الشيء هذاك، تدخل، ومن دخل بوبري جابها في راسو، عتق اياه، وانما جابها في راسو دقدقوه. هذا يخليكم مع الفيديو ونكملوا، بقاو معنا. كانوا ثلاثه شادين واحد المره باركين يضربوا فيها دريه، تشوف فيها دريه وتتغوت، عباد الله عتق الروح، عباد الله، ما كاينش شي واحد اللي ما كاينش شي واحد اللي يتدخل. الوقت اختي اللي كانوا شادين وباركه تتغوت وعتقوني عباد الله، راه غادي هازين باش يديو يغتصبوها، هازين باش يغتصبوها، غادي مطلعينا، غادي نطلعوا للدار. تتغوت عباد الله عتقوني، غوت تتغوت عباد الله عتقون، ما عتقوني، عتق الروح، ما عتق الروح، صافي انا جيت ودخلت. كما شفتوا اخواني اخواتي، يعني هاد السيد بوبري بغا يدير الخير، لان بقات فيه ديك البنت، حسبها بنته، حسبها اختو، حسبها بزاف ديال الامور، دخل باش يعتق، صدق عاتقه فعلا، انما شدوه هذوك ودقدقوه مزيان كما شفتي الحاله ديالو. لان ولينا في الزمان حتى شي واحد ما كيعتق خاه المسلم. اذا راه ضروري اي واحد عنده شي بنت خصو يراقبها، خصو يوعيها، خصو بزاف ديال الامور، لان الوحوش الاديابيه ولات كدور بيننا. مسخط الوالدين، الولاد اللي تزادوا في الحرام هما اللي ولاو كيعتادوا على ولاد الناس، لان هادو اللي كتشوفهم كيدوا بنت الناس تكرفصوا عليها راه ولد الحرام. واقسم بالله ما هو ولد يماه وباه، ولد الحرام تعاش في الزنقه، واخا يكون مزوجه يماه بباه، يماه جابتو من الزنقه، حاشا لله كل شي واحد مخلوق على الحلال ومشي تكرفص على ولاد الناس، هذا راه واقع. اذا وصلنا في الزمان ديال الادياب البشريه، خاص اي واحد يوعي ولادو ويتبع ولادو، لان ولينا غنشوفوا هادشي بزاف كيكثر. ومع الاسف كنشاهدوا بزاف ديال الفتيات كيخلوا والديهم حتى ينعسوا وكيفتحوا ويخرجوا يمشي يقصروا مع صحاباتهم على برا. هادو بنات، كاين منهم اللي قاصرات وكاين هما اللي بالغات مع الاسف. لان علاش الام الاب ما مسوقينش، والنهار اللي توقع شي كارثه عاد نقولوا ويلي شنو وقع، ونوضوا نتهموا عباد الله ونقولوا راه اعتدى على بنتي، وراه بنتك الا اعتدت انت ما ربيتيهاش
وهي عطاتها نزهو، وهادشي اللي كيوقع في الاخرين كيوقعوا مشاكل. اذا والله هادشي ما بقى كيفرح، والله ما بقى كيفرح. كما كيقول واحد المثل، اجي واحد الوقت قال لك ما شفتها تشريبه لا ما شفتها ولد، واحد المثل هو هذا اللي لحقنا له. اذا اي واحد يتزوج استمتع مع راسو بالزواج وما عنده ما يدير بشي عيال، لان العيال في هذا الوقت غيجيبوا لك غير مصائب الكحله، وهذا هو الواقع. كنتمنى هذا هو المحتوى اللي خصنا نبارطاجيوه، هذا المحتوى اللي خصنا نوصلوه، هذا هو المحتوى اللي خصنا نشاركوه، نهضروا على قضايا بحال هيدا على وعسى يمكن نصلحوا شي نقاط ونوصلوا الرساله لجهات المعينه. ما بقاش نتبعوا الفضائح، باش نتبعوا الروتين اليومي، بقاش نتبعوا شي حوايج في الخوار خاوي، كمثلا هذا الشيخ الطراكس اللي الفيديو ديالها ضرب الملايين ديال المشاهدات تما، واحد حاط عليها يده وكيهضروا مويا. هادشي جاكم نتوما صافي فضيحه، درتوا حبه من قبه. مع الاسف حنا خصنا نوعاو، خصنا نتقفوا كشعب ونشوفوا اللي علينا واللي ماشي علينا، نهضروا على شي حوايج اللي كيضرونا كمثل التعليم ومثل الطب وغير ذلك. راه السكت ديالنا والتتبع ديال الجنس والمؤخرات ديال الاخرين هي اللي خلاتنا للوراء وخلاتنا عادي نعيشوا في معاناه، يعني من لنا والابناء ديالنا وغيره، الامور عاد تمشي هيدا. اذا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، هذا الفيديو على العاتق ديال الجميع. اللي بقى معنا حتى للاخر بارطاجي الفيديو، بدعموا بواحد الزر لايك، والاراء ديالكم في التعليق كتهمنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.